وها نحن نتطلع جميعا إلى اللحظة التي يصل فيها إلى القاعة الزعيم والقائد. الساعة الآن 10:07، ومنذ الصباح الباكر كما تعلمون، وجمهوريتنا تعيش يوما خالدا. في كل لحظة وفي كل ثانية تتردد معاني من المعاني التي تتردد حول تماسك شعبنا وصلابة قائده ومستقبلنا للعمل الثوري، كلها توحي لنا بالتفاؤل مع الثقة، مع الحاجة المستمرة للإحساس بواجباتنا تجاه مضاعفة الجهد والعمل الخلاق. دعي إلى هذه الجلسة السفراء العرب وإخواننا من الدول العربية الشقيقة والمحافظون، وها هو السيد أنور السادات يدخل القاعة ليعلن للأعضاء بعد لحظات افتتاح الجلسة. كرغبتكم الإجماعية في الهيئة البرلمانية اليوم، أبلغت السيد الرئيس أن المجلس كان يصر أن يبلغ قراره مجتمعا كله بنفسه للرئيس، ولكن الرئيس قال إنه يشكر هذا التكريم وأنه قد أعد نفسه لكي يلقاكم بنفسه.
أيها الإخوة، لقد آثرت أن أجيء إلى مجلسكم الموقر لكي أقدم إليكم الشكر والأحسان على ما أبديتم من مشاعر طيبة وما أوليتم من ثقة غالية. إن الرسالة التي حملها إلي منكم أخي وزميلي رئيس هذا المجلس الموقر قد هزتني من الأعماق، وكذلك فعلت كل المحاولات التي أرادت بها جماهير شعبنا العظيم أن تضع أمام مجلسكم الموقر وجهة نظرها منذ اللحظة التي وجهت فيها إليكم خطابي بتاريخ 9 من هذا الشهر، طالبا البدء باتخاذ إجراءات الترشيح لمدة رئاسة الجمهورية الجديدة. وإذا كان لي الآن أن أجيب على رسالتكم وعلى ما وصل إلي من مظاهر إرادة جماهير شعبنا العظيم، فإني أكرر ما قلته أمام مجلسكم في جلسته الأولى حين كان لي شرف افتتاح أعماله، وهو أنه ليس لي مطلب إلا أن تتاح لي الفرصة للخدمة العامة في أي موقع يرى الشعب القائد أن أقف فيه. وإذا أبدى الشعب رأيه كاملا وواضحا يوم الانتخابات بأنه يريد مني أن أخدم في موقع رئاسة الجمهورية للسنوات 6 القادمة، فإنني أطيعه مؤمنا أنه وحده آمري. أنني ظننت أن واجب الأمانة يقتضيني أن أجيء في هذه اللحظة الهامة من تاريخنا لأضع أمامكم بعض فكري. لقد كان يخطر لي أحيانا أنه قد آن الوقت لكي أتنحى عن مكان المسؤولية التنفيذية، لكي أتفرغ في المرحلة القادمة لمهمة استكمال بناء التنظيم السياسي لقوى الشعب العاملة المتحالفة في الاتحاد الاشتراكي، باعتبار أن ذلك ضمان الاستمرار الدائم للثورة وقوتها الدافعة أبدا. ومن ناحية أخرى فلقد كان شعوري دائما ضد الاعتماد على الفرد وضد توهم احتياج النضال الشعبي إلى شخص بالذات مهما كرمته أمته، وكنت أصدر في ذلك عن يقين لا يتزحزح بأن الشعب وحده هو الباقي والخالد، وأنه قادر في كل مراحل نضاله أن يخرج من صفوفه من يخدم أمانيه ويحقق أحلامه. كذلك فلقد كنت أتصور أنني شاركت مع جيلي كله في أداء بعض الواجب الذي ألقته علينا جميعا مرحلة تاريخية خطيرة في حياة شعبنا المصري وأمتنا العربية، وكنت أظن أن مهمتنا الآن هي أن نسلم الشعلة المقدسة إلى جيل آخر يواصل التقدم أكثر شبابا ونشاطا واندفاعا. كان ذلك كله يخطر لي أحيانا، ولكنكم ترون الآن غيره، ولعل كثيرا من الحق معكم، فإن جيلنا لم يفرغ بعد من أداء مسؤوليته كاملة، والمهمة التي ألقاها عليه تاريخ أمتنا ما تزال لها بقية. وإذا كانت الجماهير يوم الانتخابات سوف تبدي رأيها فيما ترونه الآن، فإنه يتحتم علينا هذه اللحظة وبغير تأخير أن نحدد الواجب الذي ينتظرنا إذا جاءت الإشارة من شعبنا الحر بأنه يقر ما ترون. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة،
إن أمامنا الآن عدة مهام هي وحدها مبرر البقاء في تحمل المسؤولية، وبدون عهدنا معا عليها فإننا نخطئ في تقييم دور الخدمة العامة ونحولها إلى مجرد مناصب وألقاب لها مهابة مظهرية، لكنها في جوهرها فارغة في المضمون الحقيقي لمعنى الخدمة العامة، خصوصا في مجتمع قرر باختياره وفي مواجهة تحديات صعبة أن الثورة هي طريقه تعويضا لما فاته ولحاقا بما يتعين عليه أن يبلغه. وأقول لكم صراحة، وأرجو أن تقبلوها مني بالصدر الرحب والنية الصافية، إنه إذا كان الأمر منصبا ولقبا فلست لها، وأما إذا كان الأمر خدمة حقيقية فإني كجندي من جنود هذه الأمة على استعداد لأن أضم يدي إلى كل يد مؤمنة قوية، نشارك معا في تشكيل ملامح الغد الجديد، وننتظر في صبر الواثقين بالله حتى تشرق الشمس عليه. ولست أريد أن أطيل عليكم في هذا الموقف، لكنني أرى أنه من الضروري أن نحدد الآن عهدنا الذي نلتقي عليه. أولا، إن المهمة الأساسية التي يجب أن نضعها نصب عيوننا في المرحلة القادمة هي أن نمهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة في جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والفكرية، ولسنا نستطيع القول بأن هذا الجيل قد أدى واجبه إلا إذا كنا نستطيع قبل كل المنجزات وبعدها أن نطمئن إلى استمرار التقدم، وإلا فإن كل ما صنعناه مهدد بأن يتحول مهما كانت روعتنا إلى ثورة لمعت ثم انطفأت، إلى بداية تقدمت ثم توقفت. إن الأمل الحقيقي هو في استمرار النضال، ويتأكد الاستمرار حين يكون هناك في كل وقت جيل جديد على أتم استعداد للقيادة ولحمل الأمانة ومواصلة التقدم بها، أكثر وعيا من جيل سبق، أكثر صلابة من جيل سبق، أكثر طموحا من جيل سبق. وينبغي أن ندرك أن التمهيد لهذا الجيل واجبنا، وأننا نستطيع بالتعالي والجمود أن نصده ونعقده، وبالتالي نعرقل تقدمه وتقدم أمتنا. إن علينا بالصبر أن نستكشفه دون من عليه ولا وصاية، وعلينا بالفهم أن نقدم له تجاربنا دون أن نقمع حقه في تجربته الذاتية، وعلينا في رضا أن نفسح الطريق له دون أنانية تتصور غرورا أنها قادرة على شد وثاق المستقبل بأغلال الحاضر، وعلينا أن نتيح له بفكره الحر أن يستكشف عصره دون أن نفرض عليه قسرا أن ينظر إلى عالمه بعيون الماضي. وإذا تأخر وصول هذا الجيل الجديد إلى موقع القيادة، أو إذا وصل هذا الجيل بأقل من الاستعداد المطلوب للمهمة الكبرى، فسوف تكون هذه مسؤولية جيلنا الذي يسجل على نفسه أنه عرف كيف يبدأ ولم يعرف كيف ينتهي. وإذا كنت على صواب في تشخيص هذا الهدف الأول للمرحلة القادمة، فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لي أن أساهم بنصيبي في تحقيقه، خصوصا وإنني أرى رأي العين أن الجيل الذي نضج تحت نيران المعارك السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية يخطو الآن في قرب مواقع قيادة النضال، ولسوف يكون تقدم هذا الجيل إلى مكانه الطبيعي والشرعي تحقيقا لأكبر آمالي. لقد كان شرفا لي أن أحمل العلم، لكني أمامكم أؤكد بأن الشرف الأكبر لي يكون يوم أسلم العلم إلى طلائع جيلنا الجديد.
ثانيا، إن علينا أن نروض النفس على أن هناك تضحيات أخرى ما زالت في انتظارنا، ما دام هذا الجيل قد اختار أن يحمل رسالته التاريخية وأن يحرص عليها كجيل انتقال بالثورة مما كان إلى ما ينبغي أن يكون. إن الجزء الثاني من الخطة الأولى لمضاعفة الدخل القومي في 10 سنوات، وهو الجزء الذي ستبدأ سنواته ال5 هذا العام، أكثر صعوبة وأغلى كلفة من الجزء الذي قمنا بتحقيقه فعلا. إن خطة السنوات ال5 التي تم تنفيذها كانت مقدمة ضرورية لخطة السنوات ال5 التي سيبدأ تنفيذها بعد شهور. لقد أتممنا في السنوات ال5 الماضية بناء المرحلة الأولى من السد العالي التي كانت مجرد تمهيد للمرحلة القادمة، مرحلة الزراعة الفعلية لقرابة 1,000,000 فدان، ومرحلة الكهرباء الكاملة لكل الجمهورية العربية المتحدة. ولقد أتممنا فيما نفذ من برامج الصناعة ما يمكن أن نعتبره بحق قفزة عظيمة إلى الأمام، لكن هذه القفزة العظيمة إلى الأمام لا يمكن تدعيمها إلا بمرحلة الصناعات الثقيلة، وهي هدف خطة السنوات ال5 القادمة. إن الصناعة الحقيقية هي الصناعة التي تستطيع أن تبني الآلات للمصانع الجديدة، وتلك هي الصناعة الثقيلة يرمز إليها في الخطة القادمة أن يصل إنتاجنا السنوي من الصلب إلى أكثر من 2,000,000 طن، وليس ذلك بالسهل ولا هو بيسير، والآمال لا تتحقق جزافا، لكن الآمال تشتريها التضحيات، وبمقدار ما يتسع الأمل يرتفع الثمن، وتلك إحدى المسلمات البديهية. ومعنى ذلك أن نقرر في حزم بضرورة ربط الاستهلاك حتى يبقى دائما تحت الإنتاج بحد كبير، ليسمح لنا بمدخرات نستثمرها من أجل تحقيق الأمل. وليس هناك غير ذلك من طريق إلا أن نكف عن التنمية ونرتضي التخلف، ونعترف بأن آمالنا نوع من أحلام اليقظة لا تستطيع همتنا بلوغها، وتقصر استسلاما واستكانة عن تحويلها إلى حقائق واقعة. وإذا كنت على صواب في تشخيص هذا الهدف الثاني للمرحلة القادمة، فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لي أن أساهم بنصيبي في تنفيذ الخطة الطموحة لمضاعفة الدخل القومي في 10 سنوات لكي تبلغ غايتها بأكبر قدر من النجاح، تؤكد إيماننا بقدرة العمل الوطني، وتغني هذا العمل بخبرة لا تقدر بثمن، تمكنه أكثر وأكثر من ثقة بالنفس، تقوى على كل طموح، وتمسك بالكفاءة أعنة كل نجاح. ثالثا، يتعين علينا في المرحلة القادمة أن نمكن قيم المجتمع الاشتراكي من أن تستقر في الأرض وترسخ وتصل بجذورها إلى أعماق حياتنا، حتى يستطيع ما نزرعه الآن أن يصمد للرياح بغير انحراف أو عوج. ومن واجبنا جميعا أن نقف في حسم لا يعرف التردد، وحزم يرفض أنصاف الحلول، وراء ما نتطلع إليه من القيم، ونريده أن يستقر في حياتنا الجديدة وأن ينمو. ليس هناك طريق مسدود أمام الثورة. إن الثورة، وهي مصلحة كل الشعب، هي إرادة كل الشعب، وحمايتها هي القانون الأول لهذا المجتمع. إن الممارسة الديمقراطية هي الوسيلة لاستكشاف كل طريق، وبالتالي فإن سلامة الممارسة الديمقراطية هي نفسها سلامة الثورة. إن العمل الثوري يحتاج إلى الثوريين، والسبق إليه هو حق القادرين عليه حيث كانوا، بغير ادعاء من أحد في فضل يتوهمه أو يوهم الآخرين به.
إن مقياس الإخلاص الثوري هو الأداء المسؤول للواجب، وليس هو التظاهر بالسلطة. إن الإنسان الثوري رقيب أصلي على نفسه في حدود قيم المجتمع وأهداف عمله، ونجاحه الكبير هو حريته في إطلاق ملكاته الخلاقة خدمة لعمله، دون خوف يأخذ بعض جهده التفاتا إلى الوراء بدلا من الاتجاه بجماع نفسه إلى الأمام. إن العمل الثوري ليس له أن يخشى الخطأ، إن الخطأ والصواب معا جناح التجربة، وإنما الذي يخشاه العمل الثوري وينبغي أن يخشاه هو الانحراف. وإن العمل الثوري يتحتم عليه أن يؤكد طهارته، وعليه أن يمحو محوا كل بقعة يمكن أن تشوب صفحته وأن تشوه جلالها فوق كونها بثورا قادرة على العدوى. إن وسائل العمل الثوري جزء لا يتجزأ من غاياته، وبنفس القياس فإن سلوك كل إنسان خارج نطاق مسؤوليته ليس منفصلا عن هذه المسؤولية، كلاهما يصدر عن نفس الشخصية بغير انفصام أو ازدواج. وإذا كنت على صواب في تشخيص هذا الهدف الثالث للمرحلة القادمة، فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لي أن أساهم بنصيبي في التمكين لقيم المجتمع الاشتراكي وأخلاقياته، خصوصا وأن ميثاق العمل الوطني سوف يكون موضع دراسة جديدة في مؤتمر وطني يعقد بمشيئة الله سنة 1970 طبقا لنص الميثاق نفسه. رابعا، إننا جزء لا يتجزأ من أمة عربية واحدة تاريخها واحد ونضالها واحد ومصيرها واحد. وإذا كنا قد وصلنا بالكفاح إلى حيث يكون في مقدورنا أن نعطي وأن نساند، فإنه من الضروري أن نعرف واجبنا ونقبل بأعبائه. إن سلامة الأمة العربية الواحدة لا تتجزأ، والعدوان على أي جزء منها هو عدوان على الكل. وإذا كان غيرنا يتعرض لظروف لا تمكنه من الإسهام في الكفاح المشترك إلا بقدر محدود، فلنذكر باستمرار أن الجميع يقاتلون بما في أيديهم لتكون لهم القدرة غير المحدودة على الإسهام في معركة المصير المشترك. وإذا كان ما في أيدينا من وسائل الكفاح أمضى وأفعل، فذلك شرف لنا بقدر ما هو أمانة. إن الاستعمار لن يحمل عصاه على كاهله ويرحل من كل الأرض العربية بالإقناع وبالمنطق. كذلك فإن إسرائيل لن تنزاح من مكانها في وسط الأمة العربية رضا وسلاما. وإذا كان الجزء الأكبر من المسؤولية في هذه المرحلة علينا، فإن قوى الطليعة العربية تتزايد كل يوم، وسوف تتكامل طاقاتها باستمرار النضال اليومي للجماهير في كل أرض عربية. وإذا كنا نقول أن الحرية العربية لا تتجزأ، فإن التقدم العربي لا يمكن بناؤه على التجزئة. إن الوحدة ليست نداء يردد أصداء الماضي، وإنما الوحدة العربية أصلا وأساسا هي نداء بالتجمع انطلاقا إلى بناء المستقبل وتوفير رخائه. وإذا كنت على صواب في تشخيص هذا الهدف الرابع للمرحلة القادمة، فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لي أن أساهم بنصيبي في تحقيق سيادة الحرية والوحدة على الأرض العربية، خصوصا في فترة بدأت الثورة الاجتماعية فيها تدق أبواب كل وطن عربي وترتبط ارتباطا لا ينفصم بدعوة الحرية السياسية والوحدة القومية. كذلك في فترة راح الخطر الصهيوني فيها يحاول بضراوة وشراسة أن يستميت على الأرض التي احتلها بالعدوان والتآمر. خامسا، إن الأمة العربية ليست مقطوعة عن دنياها، وإنما هي في القلب تماما من هذه الدنيا، ولقد كانت لها منذ فجر التاريخ رسالة حرية وحضارة جاهدت في سبيلها لكي تنشر الأمل والنور وتحمل ألويتها إلى أقاصي الأرض.
وإذا كانت الظروف قد صدت بالنكسة هذا الدور الإنساني الكبير، فإن أمتنا العربية قد تمكنت من الارتفاع فوق الظروف، وعادت لتحمل رسالتها من جديد حرية وحضارة، وتضيف إليهما دعوة السلام، وعيا بالحقائق الجديدة التي أبرزتها ثورة العلم الحديث، وفي مقدمتها استحالة الحرب العالمية بسبب الخطر النووي. وإذا كان الشعب المصري في هذه المرحلة يحمل النصيب الأوفى من هذه المسؤولية العربية العالمية أصالة عن نفسه وتعبيرا عن أمته، فليس ذلك في واقع الأمر مجرد تطوع وتبرع من أجل المبادئ وحدها، وإنما هو إلى جانب المبادئ ضرورة أمن في عالم ضاعت فيه المسافات واختفى أثرها. إن هذا الوطن بالذات على سبيل المثال تعرض لغارات العدوان الثلاثي من قواعد تبعد عنه آلاف الأميال. وإذا كنا اليوم في مثال آخر نشغل أنفسنا بما يجري في الكونغو، فليس ذلك عطفا على كفاح شعبه الباسل وحده، وإنما إدراكا لحقيقة جغرافية تقول بأن حدود الكونغو ملاصقة لحدود السودان، ولحقيقة نضالية أخرى هي أن الكونغو المستقل في قلب القارة الإفريقية سوف يرفض أن تتحول أرضه إلى قاعدة لتهديد شعوب القارة كلها وإخضاعها للإرهاب الاستعماري. وإذا كنت على صواب في تشخيص هذا الهدف الخامس للمرحلة القادمة، فلسوف يكون موضع فخر واعتزاز لي أن أساهم بنصيبي في هذه الفترة التي بدأت بالفعل تشهد بداية الانهيار الكامل لكل الأنظمة القائمة على الاستعمار وعلى شن الحروب. أيها الإخوة أعضاء مجلس الأمة، لقد قصدت أن أعد بعض مهام العمل الوطني في المرحلة القادمة تدعيما لمرحلة سابقة وتقدما بعدها ليكون منها عهدا. وإذا كان ذلك هو العهد فإني أعتبره شرفا لي أن أقبل ترشيحكم وأن أقف بعده أمام الشعب في انتظار أمره، راجيا من الله عونه ورضاه حتى يتحقق العهد. والسلام عليكم. السادة الأعضاء، بسم الله وعلى هدي من توفيقه وهداه أعلن لجماهير شعبنا باسمكم ترشيح السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. التي تبدأ من يوم 27 مارس سنة 1965. ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في مساء 9 فبراير في الساعة 6 مساء. أيها المواطنون، انتهت الجلسة التاريخية، ولكن نضالنا وكفاحنا لم ينتهي. لقد أعلن القائد الذي جدد شعبنا البيعة له، أعلن بمواجهة صريحة
ثورية وقوية، الخطوط العريضة التي يسعده ويشرفه أن يعمل في نطاقها من أجل شعبنا ومن أجل شعبنا العربي الكبير. أيها المواطنون، عودنا عبد الناصر أن يكون أمينا على رسالة شعبنا، وأن يكون مخلصا وواضحا كل الوضوح حينما يتناول قضايانا وحينما يتناول مستقبلنا. ولا شك أيها المواطنون جميعا أن رد الفعل الذي سيحدث في نفوس هذا الشعب من هذه المواجهة الصريحة القوية وهذا العرض الرائع، لا شك أن رد الفعل سيكون مزيدا من التجاوب مع عبد الناصر، مع قيادته الثورية الواعية، مع نضاله الكبير، مع كل صلابته التي كنا نحسها الآن من كلماته التي ألقيت في مجلس الأمة. أيها المواطنون، حقا لقد كانت هذه مناسبة كبيرة، فرصة عظيمة لكي يلتقي الشعب بالقائد ولكي يجدد الجميع ثقتهم في طريق سنخوضه حتى نحقق النصر فيه، طريق النضال من أجل الاشتراكية، طريق النضال من أجل حرية الوطن العربي، طريق النضال من أجل الوحدة، طريق النضال من أجل السلام الذي سيسود العالم أجمع. أيها المواطنون، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.